لسه شايف إعلان مسلسل نُص الشعب اسمه محمد لعصام عمر، فهل إعلان نُص الشعب اسمه محمد حمّسني أكتر والّا قلّقني؟ الإعلان بصراحة كان كويس جدًا وضحّكني في كذا موقف وخلّاني متحمّس. المفروض إن المسلسل بيتكلّم عن محمد اللي هو عصام عمر اللي بيحب سارة اللي هي معين السيد، بنت رومانسية وكل هَمّها الحب واللفلفة، وفي نفس الوقت بيحب مي اللي هي هاجر سراج، بنت كل هَمّها الفلوس والعربيات والشقة وهنسكن فين وكده. وبتعمل دور أمها الفنانة شيرين، وبتعمل دور أم معين السيد الفنانة رانيا يوسف، اللي بيجمعهم نفس مكان الشغل. فكل واحدة بتتكلم عن جوز بنتي، شُفتِ محمد جوز بنتي، شُفتِ أنتِ محمد جوز بنتي، وفي الآخر بيكتشفوا إن هو نفس المحمد. فيا ترى بطلنا محمد هيعمل إيه في الليلة دي كلها؟ أنا واثق جدًا في اختيار عصام عمر ممثل شاطر وذكي وأنا باحبه جدًا بصراحة. مستني رجوع ثنائية عصام عمر مع محمد محمود اللي عامل دور خاله تقريبًا، فهتبقى ثنائية فشيخة. ومتوقع إن رنا يوسف يطلع منها حاجة جديدة بسبب المخرج عبد العزيز النجار، اللي قدر في حالة خاصة إن هو يقدم غادة عادل بشكل كويس أوي في الفترة اللي هي كانت مخيشة فيها جدًا. بشكل عام ده واحد من أكتر المسلسلات اللي أنا متحمس أتابعها في رمضان، هو كله على بعضه 15 حلقة وتقريبًا هيبقى في النُص التاني من رمضان. فلو شُفت إعلان المسلسل ما تنساش تقول لي إيه رأيك تحت في الكومنتات وتعمل لي لايك وfollow share subscribe بس كده.